مصريين. استاذ ابراهيم، ولازم ناخد بالنا من البعض بيقول لحضرتك، البعض الاصوات الاخرى بقى اللي بتنتقدك بتقول لك انت كده بتعمل عنصريه، انت بتقول البنات لا. يلبسوا الحجاب. طب وبالنسبه للمسيحيات بتعمل معاهم ايه؟ هكلم في نقطتين. النقطه الاولانيه النقطه العنصريه. هم اللي ابتكروا فكره النقطه العنصريه وقسمونا لفئات، وقسمونا طرف وطرف اخر، وعاملونا على اننا ادنى واقل من ان احنا نتكلم في القصه دي، وعاملوا الناس اللي لابسين الحجاب على انهم بالعكس. ده الناس يعني الفكره، الناس اللي انتقدتني انتقاد هدام غير بناء، ومش واخد باله ان هو بينتقد مدرس. حتى لو هتنتقدني يا اخي قدام الطلبه بتوعي لازم تنتقدني باحترام، زي ما انا اتكلمت باحترام. ده مسؤوليه عليهم، وما شفتش احترام. انا اتثبت واتشتمت بالاب وبالام من اللي بيدعوا الحريات وما ادولناش الفرصه ان احنا نعبر عن حريتنا ولا نعترض عليهم. ده الاول. الثاني القصه بتاعت اخواتنا وشركائنا في الوطن واهلنا. انا عندي طلبه مسلمين مش محجبين، وعندي طلبه مسيحيين مش محجبين وشعرهم باين عادي، بس ملتزمين اخلاقيا، مش بتجيلي حاطه فول ميك اب، مفيش حاجه تحت الرقبه باينه، الانضباط، شطاره في التعليم وكل حاجه. فالقصه بالنسبه لنا ما هيش قصه. اصل انا ما اتكلمتش في الحجاب، انا ما جبتش سيره حجاب. انا اللي لابسه طرحه تاخد بالها منها، ما تبقاش لابسه طرحه ورقبتها باينه وتحت الرقبه باين، ما ينفعش. ما تبقاش لابسه طرحه وحاطه لي فول ميك اب، ما ينفعش. قلت لها كمان بتبقى مبينه نص شعرك. خدوا الحته دي في حته ان احنا قسمنا الشعب كذا وكذا وكذا. لهم منا كل الاحترام، اخواتنا المسيحيين وطلابنا واهلنا وشركائنا في الوطن. وليه الناس دي عاوزه تقسمنا؟ ليه الناس عاوزه تقسمنا فئات؟ ليه عاوزين ياخدوها في الحته دي؟ ليه الفرقه؟ ما ينفعش التنازع، ما ينفعش نتنازع مع بعض فنفشل، ما ينفعش. لازم نكون اتجاهنا واحد، اتجاه توعوي حتى وان اخطات. في الصوت العالي هم ما يعرفوش ايه الدافع اللي خلاني اقول كده. حتى وان اخطات واجب ان التوجيه يكون بطريقه لطيفه يا اساتذه. طيب خليني اسالك على حاجه يا استاذ ابراهيم. حتى لو حضرتك بترد عليا ترد عليا بانتقاد بناء مش هدام. طيب حضرتك موجود في قريه ولا في مدينه؟ تحت امرك. انت موجود في قريه ولا في مدينه؟ الاثنين. طيب هل يعني معلش طبيعه اللبس، ما انت عارف حضرتك مثلا في القرى يمكن البنات لبسها بيبقى مختلف عن المدن، مختلف عن اسكندريه، عن القاهره، عن الصعيد. فهل طبيعه البنات عندكم او لبس الولاد والبنات، الشباب والبنات عندكم في المدينه او في القريه؟ انت من المنصوره اعتقد او محافظه الغربيه. هل ده الطبيعي؟ مركز بلاس، مدينه بلاس وقريه ستمون. هل ده لبسهم العادي ولا انت شايف ان في تفاوت، في ناس بتلبس لبس اوفر مثلا فده اللي خلاك تتكلم؟ هو في العموم اللبس ما عادش بيفرق بين قريه وبين مدينه بسبب التليفون اللي احنا بنتكلم حوله. كله شايف اللبس بقى عامل ازاي في مصر كلها. فسواء عندنا في القريه او عندنا، لان احنا وجه بحري، احنا مش وجه قبلي. وجه قبلي يمكن اصعب مننا شويه، لكن احنا وجه بحري كله زي بعضه. عندنا في القريه زي عندنا في بلاس زي عندنا في المنصوره، كل الشباب بتلبس على الموضه. ما عادش فيها قريه، واحنا اللي في القريه دول مش بني ادمين يعني ولا كل حاجه ما اقصدش طبعا، وبنشوف كل حاجه وبنشارك كل اقصد حاجه. احيانا في اللبس ده ما فيش تفاوت كبير. احيانا في القرى او في الريف والصعيد مثلا بيبقى في شويه لايف ستايل مختلف، ان السيدات مثلا بيبقى لبسهم اكثر عبايات او حاجات زي كده. ده اللي اقصده يعني. لا ما الامهات هم اللي عندنا كده، لكن الشباب والطلبه اللي المناطيل المقطعه ماليه الدنيا عندنا. اللبس المفتوح بقى مالي الدنيا عادي، وده سبب من الاسباب المشاكل اللي الناس اللي انتقدتني ما تعرفش. طيب الكلام بقى اللي انت هاجمت بيه الولاد ده، الكلام اللي انت كلمته للاولاد عندك ده يا استاذ ابراهيم. اتفضل مش سامع. اتفضل استاذ ابراهيم، لما حضرتك بدات تهاجم المظاهر السلبيه من وجهه نظرك وتتكلم مع الاولاد كده، هل في اولاد سابوك ومشيوا؟ يعني ما حبوش يكملوا معاك؟ لا ابدا، بالعكس والله بالعكس. انا في طلبه عندي تصوروا معايا قبل الترند وبعد الترند. يعني كان في طلبه حلقين حلقه مش كويسه كده، وراحوا حلقه كويسه وصوروا معايا ونزلوا الصور قبل وبعد. يا استاذنا كميه ترحاب كويس. انت عارف السبب اصلا في الانتشار؟ الكومنتات الايجابيه اللي جت كتيره جدا. ففعلا الشباب والله من غير نفاق فعلا عرف الفرق بين الصح والغلط. مستحيل تكون الناس دي كلها بتشكر فيا وهم غلط. مستحيل يكون الاتجاه والفرحه اللي موجوده عند الناس والمسانده. انا جالي فيديوهات من فلسطين، جالي فيديوهات من الاردن، جالي فيديوهات ورسائل من السعوديه ومن الامارات. معقول العرب كلهم غلط؟ كل العرب غلط؟ ولا هم شايفين ان العرب متخلفين بافكارهم؟ هم شايفين العرب متخلفين بافكارهم والمفروض دي حرياتهم ومالكش دعوه ما تتدخلش. ليه بياخدوها في الحته دي؟ ليه دي كده؟ ليه عاوزين يقول لك نتاثر بالغرب
ويعني ايه هتاثر بالغرب؟ طب ومبادئي انا، طب الغرب ليه ما يتاثرش بيا؟ ليه ما انا ما انجحش في تربيتي وتعليمي وهم اللي يتاثروا بيا زي ما كانوا متاثرين زمان بينا؟ اخذوا الطب مننا، علم التشريح مننا، التشريح العلمي مننا، اخذوا الفلك مننا، اخذوا الصيدله واخذوا كل شيء، اخذوا الهندسه مننا، اخذوا كل العلوم دي مننا وما تاثروش بالبيئه بتاعتنا. هم اخذوا العلوم بس. ليه انت عاوزني انا اتاثر بتربيتهم اللي ما تتماشاش معانا ولا مع مبادئنا خالص؟ ليه تجبرني؟ ولو انا اعترضت تقول انت ما عندكش حريه. طب ما مطلق الحريه اللي حضرتك بتتكلم فيه يخليني انا اعمل اللي انا عاوزه. انا لو رايح مكان في مطعم من المطاعم او رايح الساحل، في قواعد محطوطه لكل مكان، ما ينفعش تكوني لابسه كذا كذا وتنزلي حمام السباحه. اشمعنى هنا حضرته ما بيطلعش؟ لازم تنزل بالبيكيني، ولا الحريه يعني في اتجاهه فقط؟ هو بيفرض لنفسه الحريه وبيمنعها عني انا، بيفرض لنفسه الحريه ويجي ينتقدني انا. طب ما ده مش كده، مش حريه، ده كده هو عنده حريه وتملك، تملك فكري. الناس اللي اعترضت عليا الاعتراض الغير بناء لازم يراجع نفسه ان كان بيدعي الثقافه. كويس. باي اماره؟ لازم الحريه يكون للجميع. انا حر، ما بالحريه البس اللي انا عاوزه واقول الكلام اللي انا عاوزه في مكاني.